السلام عليكم طلاب. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسون تخلون لايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة، ضروري تشتركون حتى توصلكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية، وتابعوا للنهاية حتى تفهمون الخبر مع التوضيح. لازم تفهمون الخبر زين ولازم تتابعون الفيديو للنهاية. عندنا الخبر يقول اليوم كشفت لجنة التربية النيابية عن توجه لمعالجة دخول الطلبة للامتحانات النهائية مع استبعاد خيار الدخول الشامل. طبعا الدخول الشامل احنا جاي نطالب به، بعدنا ما متوقفين واحنا راح نبقى نطالب به، ونريد دعمكم حتى نبقى نطالب به ونوصل هاي المناشدة لوزارة التربية. كمل يقول عضو اللجنة رجاء فاضل الحربي وفي تصريح لجريدة الصباح قالت إن لجنة التربية رفعت كتابا يتضمن مقترح تحسين المعدل للعام الدراسي 2024-2025 لهاي السنة بعد فشل تجربة الدخول الشامل التي كلفت 4 مليار دينار وشملت 167 ألف طالب. يعني العام السابق مثل ما جاي يشوفون يقول لك 167 ألف شخص دخل امتحان بالدخول الشامل واللي نجحوا من عندهم بس 5000. وأوضحت أن المقترح البديل يسمح للراسبين ب3 مواد بدخول الامتحانات مع إضافة 10 درجات على السعي. يعني أنت السعي مالتك السعي السنوي اللي هو بالأخير، إذا أنت عندك طبعا كل الصفوف جاي تحكي حاليا، مو بس صف معين، يعني كل الصفوف الوزارية. إذا أنت عندك 3 مواد راسب بيهن تقدر تدخل وزاري، أقل من 3 مواد تقدر تدخل وزاري. زين إذا راسب ب4 مواد، إذا راسب ب4 مواد أيضا تقدر تدخل أيضا يعني تقدر تدخل وزاري، بس بشرط إنه المادة الرابعة اللي عندك، المادة الرابعة درجتك بيها من 40 وفوق. يعني راسب ب4 مواد عندك وحدة من هاي ال4 مواد درجتك بيها بال40 وفوق، بهاي الحالة يلا تقدر تدخل وزاري. طبعا احنا بعدنا جاي نناشد على الدخول الشامل ونتمنى وزارة التربية توافق عليه. وطبعا لا تنسون تخلون لايك لهذا الفيديو، ضروري تشتركون بهاي القناة مال اليوتيوب حتى توصلكم اخر اخبار وزارة التربية العراقية. وراح نخليكم رابط مال قناتنا مال تليجرام بالوصف وباول تعليق، ادخلوا اشتركوا عليه حتى توصلكم اخر اخبار وزارة التربية العراقية اول باول. وتحياتي لكم.